اجمد فلتر هتشوفه في العالم تقريبا. بعد الفلتر اللي انت هتشوفه دلوقتي ده مستحيل انك تجرب اي حاجه تانية. فلتر جامد جدا وكمان استخداماته كتيره جدا زي ما انتم شايفين كده، حاجه جامده جدا يعني. يا رب كلكم بقى تجربوه ودعا للميكروبات. احدث اداة تغليف في العالم زي ما انت هتشوف دلوقتي كده. دي الاداة دي بتغلف وبتقفل اي كيس مفتوح بكل سهولة زي ما انتم شايفين. في خلال اقل من 5 ثواني ولا ثانيتين كمان هتلاقي الكيس اتغلف واتقفل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، كأنه جاي من الشركة. حاجة كده جامدة جدا. اغرب حلة هتشوفها في حياتك، والحلة دي هتخليك تستغنى استغناء كامل عن الميكروويف. حاجة جامدة جدا، بتسخن عن طريق البخار وكمان ممكن تسوي وتعمل حاجات تانية كتير وتسلق. وأداة جامدة جدا جدا جدا، يا رب تستخدموها عشان هي صحية. مجموعة أدوات مهمة جدا في شنطة كل بنت زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. دي مجموعة أدوات فيها روج وفيها كل حاجة، والماسكارا والأيلاينر وكل حاجات البنات دي موجودة في العلبة الصغيرة اللي انتم شايفينها دي. وكمان مش كده وبس، لا، معجون الأسنان وفرشة الأسنان زي ما انتم شايفين كده. وأداة جميلة جدا، عارف إن البنات هتتبسط بيها. فلو انت عايز بقى هادي أو تجيب لي بنت كده هدية ومش عارفة تجيب لها ايه، فانت ممكن تجيب لها الهدية اللي انت شايفاها دي، عشان هدية جامدة جدا وهي هتتبسط بيها كتير كمان. وممكن حتى بص يبقى فيها الروج ومراية بتاعة الروج وكل حاجة. هي مش هتحتاج حاجة تاني بعد العلبة دي، وسعرها مش غالي. أداة جميلة جدا، ويا رب تجربوها أو تحدوها. انتوا شايفينه ده يا جماعة، دي أداة كده مهمة في كل بيت، لأن الأداة اللي انتوا شايفينها دي بتبقى حامل كده في المطبخ. ممكن تحط فيها أطباق أو ممكن تحط فيها زيت زيت أو زيت خل. فحاجة كده جامدة جدا وهتساعدك في الطبخ، أو كمان إنك ممكن تشيل الأدوات بتاعتك زي الأطباق. أداة مهمة جدا. لو انت بقى من الناس المهمله اللي بترمي هدومها في الارض، فانت بعد الاداه اللي انت هتشوفها دي مستحيل تعمل الحركه دي تاني. زي ما انتم شايفين اداه مهمه جدا وثبت بالشكل الجامد جدا ده، بيتطبق وبيتني وبيتفرد. حاجه جميله جدا وانت هتستخدمه كتير. يا رب كلكم تجربوه. سيبك بقى من الناس اللي بتشتغلك وتقولك ان احنا عندنا اقوى دبل فيس. مفيش اقوى دبل فيس في العالم زي الدبل فيس اللي انتم شايفينه دلوقتي ده. ده بقى تعلق فيه راوتر هيقولك ماشي، تشغل مشترك هيقولك ماشي، هتقول له ركب طوبه مبالغ الطوبة هيتشال بدبل فيس، وتتعلق في الحيطة طوبة حجر هيتعلق بالدبل فيس. يعني زي ما انتم شايفين دي اجمد دبل فيس هتشوفها في العالم حرفيا، لان ده بيبقى فيه قطعتين، قطعة بتركب في الأداة اللي انت عايز تلزقها وقطعة تانية بتركب في الحيط. أداة جامدة جدا. اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة دي مصفى معمولة كده للسكاكين الكبيرة او البلانشة او كمان ممكن لغطيان الحلل. انما بقى هنيجي من اول لهنا، دي اداة جامدة جدا زي ما انتم شايفين. دي مصفى ممكن تتحط في اي مكان، المصفى السحرية بالشكل ده. المصفى السحرية حاجة جميلة جدا، وهشوفوا حجمها هيبقى ازاي في الاخر وهتعجبك. ولو ما عجبتكش ما تعملش لايك، وانا عارف انك هتعمل لايك محبا في احمد الياباني. لو عجبتك اعمل لايك. هو انا مش جاي اخرب حال النجارين، بس انا يا جماعه عايز اقول لكم نصيحه. انتوا ليه مش عايزين تتطوروا؟ يعني انتوا ليه دايما واقفين ان العفش والشقه لازم نجيبهم من عند معرض او حد يكون عنده اوض نوم؟ لا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، انت ممكن تجيب نجار ويوفر لك في المساحه وكمان يخليك تستفيد بحاجات تانية احدث بكتير جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني ممكن تلاقي السرير بياخد ادوات من جوه، بيفتح وبيقفل اوتوماتيك، وفي حاجات يعني حديثه جامده جدا. انتوا ليه دايما واقفين؟ هتقولي طب الحاجات دي بتبقى غاليه؟ لا مش هتبقى غاليه. انت لو جبت نجار من عندك وقلت له انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، هيعمله لك حتى لو الماتيريال بتاعه يعني اقل بشويه. بس في الاخر انت المستفيد وانت اللي هتوفر في مساحه الشقه بتاعتك، وكمان الديكور بتاعها بيبقى تحفه اكتر. يعني زي ما انتم شايفين كده، دي مجموعه اوض جميله جدا جدا جدا. يا رب فعلا تستفيدوا من الفيديو ده وتكونوا اتعلمتوا معلومه جديده، وسيبكم من الشغل القديم والمعارض والكلام ده كله. خليك في الجديد. احنا بنتطور وداخلين على 2024 والعمر بيجري يعني، فطوروا معانا. الأداة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي يا جماعة، دي أداة كده بتقطع البطيخ مكعبات عشان ستات البيت الفاشلة اللي ما بتعرفش تقطع البطيخ. فهي دي أداة هتساعدهم جدا في تقطيع البطيخ بكل سهولة، وبسيط تفلك بقى وروقي عليه. حاجة جامدة جدا.